كوينسا ويدخل ويبقى في وسط الميدان بوسكيتس وانيستا وتشافي. فابريغاس يتقدم شويه ليلتحق بليونيل ميسي وسانشيز. يتقدم فابريغاس او انيستا من هناك على الجهه اليسرى. كرة أخرى وأبيدال في التغطية يرجع مباشرة لحارسه فيكتور فالديز. كرة طويلة نلعب بالتغطية. كرة لماريو طويلة من ماريو. البحث عن روبن كاسترو وكذلك روكي سانتا كروز. وصلت على الجهة اليسرى. كرة صعبة لكاسترو. صعبة الكرة هذه وأبيدال يتدخل ينقذ الموقف. تبقى الخطورة دائما. تغطية من ماسكيرانو ثم انيستا من عند أبيدال. كرة هذه كمية صعبة وخطيرة. سيفيا وتصطدم بالجدار. تصطدم بالجدار وترجع الكرة هذه خرجت أملا. الحكم المساعد لم يقل. صعبة الكرة هذه والانطلاق على الجهة اليسرى عن طريق جيفرسون. خطيرة جدا لصالح فريق بيتيس. كرة أرضية صعبة خطيرة. روكي كروز. الهدف. فانتاستيك جول. هدف رائع ممتاز. الهدف من سانتا كروز يسجل هدف التعادل لبيتيس عند الدقيقة 7 من انطلاقة الشوط الثاني. سانتا كروز يسجل هدفه الخامس. اللاعب الباراغواياني يسجل هدف رائع. استلم بيمناه وسدد بيمناه في الزاوية اليسرى لمرمى فيكتور فالديز. بعد هذه الكرة الضائعة والانطلاقة فيكتور فالديز لم يشاهد شيئا. سانتا كروز هو الذي استلم مرر ثم استلم ثانية باليمنى على الجهة اليسرى من مرمى فيكتور فالديز. بيتيس إشبيليا هدفان، برشلونة هدفين في كامب نيو. يتلقى اليوم برشلونة في كامب نيو ما لم يتلقاه في 9 مباريات هنا في ملعب كامب نيو في عرينه في عقد دياره أمام جماهيره وعشاقه. ب3 مدافعين فريق برشلونة يدفع الثمن اليوم. غوارديولا يخطئ في بعض الأحيان. غوارديولا يخطئ في بعض الأحيان. نقول هذا مؤقتا. نلعب دي تشافي من هناك لانيستا. انيستا مع بيدال. يوصل انيستا يلعبها مع تشافي. تشافي خرج بيدال وحده من هناك على الجهه اليسرى. بيدال ارضيه وميسي. الحارس برشلونه والحارس كاستو ماريغا ينقذ مرماه. استلمها في مساحه ضيقه وسددها ايضا في مساحه. ترجع له ثانيه. يوصلها لتشافي. هيله ممتازه لفابريغاس. ولا الركنيه. فابريغاس صار هداف فريق برشلونه اللي عنده 9 اهداف. كرة كانت ممتازة. الممرر الاول الكرة كانت فابريغاس. الاخير الذي استلم كان فابريغاس. كرة أخرى لتشافي توصل مباشرة. صعبة الكرة دي. ميسي. الدفاع ينقذ الموقف من أمام ليونيل ميسي. ناتشو يعود إلى رفقائه. الضغط الكتالوني الغير منظم. الفيش يفضل ترجع له ثانية من عند رفيقه سانشيز. يطلبها ميسي. توغل ميسي. تفوتوا الحقها ميسي بيمناها بعيدة الكرة هذه بليونيل ميسي. جيفرسون صعب. شوف توزيعهم. شوف توزيع عناصر فريق بيتيس إشبيليا. كنت اقول بان لاعبي البارسا لا يبتعدون عن بعضهم البعض. هايله الكره هذه هايله وخروج موفق من كاستو ينقذ الموقف. كنت اقول تكلمت عن البارسا ومعدل 6 أمتار الموجود بين كل لاعب واخر. بيتيس إشبيليا شوف اللاعبين قرب من بعضهم البعض بشكل. ميسي هايله 3 لاعبين امامه. ميسي هايله ممتازه لانيستا. راوغ 3 لاعبين في رمشة عين. بطاقة لانيستا. بطاقة صفراء لانيستا. البطاقة الصفراء لانيستا يخرجها حكم المباراة. حب يغلط حكم المباراة في تقديره. الحكم حب يغلط حكم المباراة. انيستا يتلقى البطاقة الصفراء ولاعبو البارسا نرفزة كبيرة هنا. شوف جيفرسون معاه. صعب علينا بالتصوير البطيء. صعب فما بالك على حكم المباراة. شوف مرة أخرى انيستا زاد شوية من عنده. كان فيه لبسه صح ولكن زاد من عنده شوية ونال البطاقة الصفراء. انيستا إذا خسر البارسا
او تعثر اليوم. رائع جدا من بوسكيتس يلعبها مع دانيال فيش ثم تشافي. ما زال عندي احساس بان البارسا سيسجل هدف ثالث. انيستا الان مع فابريغاس يبحث عن سانشيز يضيع. اليكسيس سانشيز يضيع ثم فابريغاس يرجع لابيدال. انيستا تشافي الان. تشافي يقرب منه بوسكيتس يفضل دانيال فيش يوزعها هاي للقائمه الثانيه. فابريغاس بالراس او عفوا اليكسيس سانشيز بالراس في القائمه الثانيه مرت فوق المرمى. كره اخرى وفرصه اخرى ضاعت. فرصتان ضيعان وماذا اليكسيس سانشيز في دقيقه اولى بيسراه والثانيه براسيتي جانبيه. الكره هذه توزيعه دانيال فيش كانت رائعه. الربع ساعه الاخير والانطلاقه من اليكسيس سانشيز يوصل سانشيز. جول سانشيز الهدف الثالث للبارسا بصعوبه. ربع ساعه قبل نهايه المباراه سانشيز يفعلها يسجل هدف ثالث لبرشلونه وهو الهدف رقم 6 بالنسبه لأليكسيس سانشيز منذ انطلاقه الموسم. هدف ثمين جدا في وقت حساس. شوف التمريره والانطلاقه خرج من وضع التسلل استلم وراوغ وسدد. كاستو لمسها ولكنها زارت الشباك. هدف ثالث لبرشلونه في ظروف صعبه. معاناه كبيره لبرشلونه. المباراه اللي عانى منها فيها اكثر هنا في كامب نيو هي هذه من دون منازع. برشلونه 3 بيتيس اشبيليا هدفان. فرحه كبيره عند الجماهير شيء طبيعي لانهم لا يريدون الاستسلام. لا يريدون ان يعمق الفارق الريال. لا يريدون ان يفوز الريال القرن ال21 ولكن لما ناخذ اللاعبين فرادهم كذلك ظواهر القرن ال21 ليس فقط ميسي ولكن انيستا ليس له مثيل. تشافي ليس له مثيل. فابريغاس لاعب متميز. بويول بيكي دانيال فيش ابيدال. تشافي لابيدال ماهوش متسلل توغل ابيدال صعب الكره هذه اللي على البارسا. ابيدال ميسي هيله من ابيدال لميسي. الحارس ضربة جزاء يقول الحكم. ضربة جزاء يقول الحكم للبارسا وبطاقة صفراء أخرى لتشي يتحصل على ضربة جزاء. هاي الكرة التوزيع من أبيدال ثم ميسي ثم الدفاع ولمسة يد صفرها الحكم. ما لم يعلنه على انيستا اعلنه الان حكم المباراة لانه اللمسة الاولى تعليق لمسة ابيدال قبل ان تلمس لانه تنرفز كثيرا اليوم امام الحارس كاستو. وميسي هل يسجل هدفه ال19؟ ميسي بروعة. ميسي بروعة يسجل الهدف الرابع للبارسا وهدفه ال19 هذا الموسم. ليونيل ميسي يسجل هدفه ال19 هذا الموسم والرابع لبرشلونة الذي يبقي الفارق 5 نقاط بينه وبين ريال مدريد. لمسة يد طبعا واضحة ولكن لمسة اليد الأولى كانت لأبيدال. ضربة الجزاء كان ممكن يصفرها في الكرة الأولى لإنيستا. في نهاية المطاف ليونيل ميسي يسجل ثنائية اليوم. كذبني رسميا يعني كذبني بطريقة صارمة وحاسمة ودقيقة وما فيهاش أي جدال. اختار زاوية وسددها. ضربات الجزاء الحديثة هي هكذا القوة والدقة. يختار اللاعب زاوية ويسدد بقوة. فريق برشلونة انيستا يخرج تحت التصفيقات. تستحق أننا نسمعها تصفيقات على انيستا. تعويض في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. الأنصار البارسا ليسوا بحاجة إلى تعويض لأنهم يفهمون المتابعين يوميا لاخبار البارسا واسبوعيا لمباريات البارسا. يعرف اليمنى لدانيال فيش. دانيال فيش يوزع القائمة الثاني. سانشيز يرجع من هناك لادريانو. ممتازة. حب يغلط الحارس كاستو في الجهة اليسرى. كورته مرت بعيدة. هاي الإعادة للكرة التي صدها الحارس ببراعة. كرة اللاعب روبن كاسترو هنا صدها فيكتور فالديز ببراعة. قوية ممتازة. تسديدة ممتازة ولا بعيدة الكرة هذه في التغطية. موجود كاناس كان نشط في وسط الميدان. نهاية المباراة بعد دقيقتين من الوقت بدل الضايع بصعوبة فريق برشلونة يفوز على بيتيس ب4-2. بيب جوارديولا على بيب ميل يتفوق برباعية
الفارق يبقى 5 نقاط بين الريال والبارسا، الهدافون هم هؤلاء. ميسي سجل هدفين في رصيده، صار 19 هدف. شكرا لكم مشاهدي الافاضل والى اللقاء ان شاء الله. سنكون عندك الاخضر ولكن بعد الفاصل.